يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان. النهاردة هنعمل أول تفريزات شهر رمضان: البرتقال المركز بالجزر بطريقة جديدة وتحفة وزي العسل، من غير مسلقه، غير مسلق الجزر. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنا أنا عملت كمية كبيرة، قوام ولون تحفة. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة. يلا بينا على المقادير. انا عندي 2 كيلو ونص جزر، 4 كيلو برتقان. انا هنا كنت نقعهم في المية عشان اغسلهم. بعد لما غسلتهم كويس بعد كده هبشرهم، بشرتهم كويس. بعد لما ابشر الكمية كلها امسك اقطع الجزر حلقات صغيرة. بعد لما اقطعهم حلقات صغيرة احطله 4 كوبايات سكر اللي هي من مج الشاي. هنا امسك الجزرة واقطعها 4 تربع حلقات صغيرة. بعد كده اسيبه واركنه لمدة ساعة لحد لما اقشر البرتقان بتاعي. انا هعمل باقي الكمية وبعد كده ارجع لكم تاني هنشوف هنعمل ايه. انا هنا بص قطعت حلقات صغيرة. هنا بحط 4 كوبايات سكر، 1 2 3 4. اللي هي الكوباية الاولانية كانت مش مليانة كويس. ابتدي اقلبه واركنه لمدة ساعة. بعد كده اقشر البرتقانية. هنا يفضل البرتقانة بسرة، بيبقى كله مية وكله وحلو. ولازم لما اقشر البرتقال ما اخدش الطبقة البيضة عشان بتبقى مرة. اخلص باقي الكمية وارجع لكم تاني. انا هنا خلصت الكمية والجزر كان خلاص نزل المية بتاعته. بعد كده انزل بالبرتقال بتاعي في شفشق الخلاط. هنا لما بفتح البرتقانية بيبقى فيها بتاع في النص، تبقى البيضة دي بشيلها. ابدا اخلط الكميه في الخلاط. وبعد كده انا هنا اول مره صفيتهم بالمصفى. بعد كده انا خدتهم وركنتهم على جنب. وبعد كده كملت الكميه من غير ما اصفيهم عشان كنت محتاجاهم للبيت. برضو اخلط برضو باقي المقادير وارجع لكم تاني. قربت اخلص الكميه. اظن سهل وبسيط وقوام تحفه وزي العسل، وما ياخدش معايا وقت من غير ما اسلق الجزر. هنا خلصت الكميه. بعد كده هخلصهم وارجع لكم تاني ان شاء الله. هنا بعد لما خلصت الكميه ابتدي اعبيه. بصوا القوام بتاعه تحفه، قوام تقيل. قولي لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوناش باللايك واشتراك في القناه. هنا بعبي الكيس وافضي منه الهواء. بصوا قوام تقيل وتحفه، واظن مفيش ابسط من كده.
هعبي الكمية وبعد كده ارجع لكم تاني بعد لما اخلصهم. ما تنسوناش برضو بلايك واشتراك في القناة، وتقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. وشكرا. بص انا خلصت الكمية اهي، وشكرا.